السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله يوم جديد في الدايت او الرجيم الصحي. هشارك معاكم النهاردة يوم كامل، وعايزة ابشركم ان شاء الله في يعني قريب جدا، ممكن بكرة او بعد بكرة هوزن معاكم. انا كنت ناوية اوزن اسبوع باسبوع، بس بصراحة البريود يعني انتوا عارفين طبعا، لما بتكون موجودة ما بتعرفوش ان انتوا يعني توصلوا الوزن صح. فما كانش ينفع الاسبوع اللي فات خالص ان انا اوزن، وبس حبيت اعرفكم ان انا ان شاء الله ممكن بكره انزل لكم الوزن من اول ما بدات لحد دلوقتي حوالي اسبوعين كده. انا عارفه ان انا ما نزلتش يوميات كتير، بس ان شاء الله هتابع معاكم اكتر. الفتره اللي فاتت كان تغيير جو، ومعظم الناس اكيد مش انا لوحدي او عندنا بس، كل الناس تعبانه، فيعني ربنا يعافينا جميعا. تغيير الجو مع الفيروسات المنتشره اليومين دول، ف طبعا ما كنتش عارفه انزل فيديوهات كافيه خالص. فالنهارده كده حبيت انزل لكم فيديو وابشركم ان شاء الله بكره هنزل لكم وزن، او بعد بكره يعني بالكتير قوي الوزن قبل وبعد، وهشجعكم بقى ونكمل المسيرة بتاعتنا ان شاء الله لحد ما نوصل لوزننا الطبيعي او حتى اللي احنا راضيين عنه. مفيش حاجة اسمها وزن مثالي اللي هو بالرقم يعني احسب حسبة، لا، هو الوزن المثالي بالنسبة لي ان هو انا شايفة نفسي ان انا تمام كده، راضية عن جسمي وراضية عن شكلي. ده هو بالنسبة لي الوزن المثالي. ممكن يكون زايد عنه، ممكن يكون اقل، كل واحد على حسب نظرته لنفسه. هنا انا عملت بيض كده، بيضة واحدة بحتة سمنة بلدي صغيرة، قطعة صغيرة قوي. السمنة البلدي من احسن الحاجات المفيدة جدا، وممكن كمان نستخدم الزبدة الفلاحي، يعني الاتنين دول كويسين جدا. نبعد بس عن الحاجات النباتية. السمنة النباتي انا عمري ما استخدمتها نهائي في الطبخ، يعني نهائي عمري في حياتي ما استخدمت سمنة نباتي، لانها مضرة ومهدرجة ومش صحية ابدا. هنا انا حطيت البيضة، وهنا جبنة قريش طبعا زي ما عرفتكم قبل كده. بكون مجهزة طبق وحاطة عليه زيت زيتون، طماطم، فلفل، خيار، اي سلطة او اي خضار عندي، وزيت زيتون ورشة ملح ورشة فلفل بس. لو عندكم زعتر برضو ممكن تحطوه، بيبقى جميل جدا. واقطع خيارتين كده، ودي قرن شطة او فلفل اخضر. هو مش حامي، بس حتى لو حامي بيدي طعم حلو مع الاكل، بيبقى جميل جدا. بس للأسف ده طلع مش حامي خالص. حطه هنا عشان النهاردة هزود شريحة توست، لان كتير قوي ببقى عايزة اكل مثلا في الفطار حاجة. يعني ساعات لما باكل كمية جبنة كبيرة بشبع، وساعات لما باكل مثلا بيضة او كده حاجات بسيطة ببقى محتاجة بس حاجة جنبهم. فقلت عادي مفيش مشكلة برضو لو دخلنا من وقت للتاني شريحة توست، او توست الرز او الرايس كيكس برضو ان شاء الله اجيبها تاني لانها خلصت من عندي. ودي بتشبع وسعراتها بسيطة جدا، اقل من التوست ده كمان بكتير. فدي برضو لازم تكون عندكم. والناس اللي بيقولوا طعمها وحش، هي طعمها مش وحش والله، هي طعمها فيها بحسها شبه الفشار شوية. وعلى حسب برضو النوع. انا النوع اللي جبته قلت لكم طعمه حلو، وكان سعره 24 جنيه في 16 واحدة. يعني لو اخدتي واحدة كل يوم هيكفيكي مثلا 16 يوم. هنقول مثلا هنحتاج في الشهر علبتين، لو شريحة يعني لمدة مثلا شهر، يعني كده هيكلفنا مثلا حوالي 50 جنيه، برضو كويس مش وحش. ان احنا ناكل حاجة صحية ومشبعة، وفي نفس الوقت نبعد عن العيش برضو. وافيد كمان من التوست عموما لانها معمولة من الرز، فهي افيد كتير. وطبعا زي ما انتوا شفتوا الفطار كان متكامل وصحي وحلو جدا، وشريحة توست مش هتأثر كتير على فكرة. مع اني انا دايما بقول ان احنا لو هنطبق مثلا صيام متقطع يبقى الفطار ما فيهوش نشويات. بس طبعا لما ناخد شريحة توست قمح كامل غير لما اخد مثلا رغيف او رغيفين او اكتر يعني من العيش الابيض او الفينو او الحاجات دي اللي هي مش صحية خالص. لا، ناخد شريحة توست او الرايس كيك، دي برضو انا شايفاها حل وبديل جميل جدا وقوي جدا، وهيساعد قوي على خسارة الوزن. وكمان عايزة انبه على حاجة، ما ننساش شرب المية، لان انا واحدة برضو من الناس الفترة اللي فاتت كنت حسيت ان انا بدأت اثر قوي في شرب المية، وده فعلا بيأثر جدا جدا على الكلى ووظائف الجسم كلها. يا جماعة ما نستهترش بالموضوع ده. يمكن الناس لما بتحب قوي، لما في ناس لما بتستنى لما تعطش، وطبعا العطش ده في الشتاء مش بنعطش او مش بنحس بحر، ففي ناس كتير قوي بتأثر في شرب المية، فده غلط قوي. فلازم ان احنا ما نوصلش لمرحلة العطش اصلا، لان ده معناه ان الجسم يفتقر المية. لازم باستمرار ندخل جسمنا المية، يعني كل ساعتين او كل ساعة نشرب كوباية كبيرة، بحيث ان احنا خلال اليوم كله من 8 ل 12 كوباية. حتى لو احنا في الشتاء ممكن نكتفي ب 8 كوبايات، يعني لترين حلو قوي، 2 لتر. عملت القهوة زي ما انتوا شفتوا بسكر الدايت والبن والمية بس، فكده تمام قوي.
بالنسبة بقى للسناك، القهوة انا ما بعتبرهاش سناك، لان انا ما باخدش معاها مثلا حاجة زي شوكولاتة دارك، زي قطعة مثلا كيك صحي. ان شاء الله الفترة الجاية يعني هحاول ان انا اعمل لكم كيك صحي، حتى انا اخده قطع صغيرة منه سناك او للفطار، للناس اللي بتحب تفطر حاجة صحية برضو. انا عارفة ان انا قصرت في الحاجات دي جدا جدا، بس والله بحاول ان انا الملم كده الدنيا وان انا اتواصل معاكم اكتر من كده، لان انا عارفة ان الشهر ده تقريبا قصرت جدا في الفيديوهات، ما نزلتش فيديوهات يعني قليلة قوي تتعدى على الصوابع. فان شاء الله الفترة الجاية يا رب يعني تبقى احسن. وبحس ان انا ماشية شهر وشهر، يعني شهر التزم اكتر وبعد كده ارجع ما نزلش فيديوهات، وبعدين الشهر اللي بعديه التزم وهكذا. فدعواتكم كده وباذن الله التزم معاكم وانتظم في الفيديوهات. بالنسبة بقى للسناك، انا قلت اخد كده حبة من الرمان، واحدة يعني من الرمان، فردتها كده واخدتها كسناك. ولو انتوا حابين القهوة تبقى سناك طبعا، لو انتوا عاملينها وممكن تاخدوا معاها مكعب شوكولاتة دارك او مكعبين. الشوكولاتة دارك طبعا تكون غامقة يعني صحية، فدي ممكن ناخد منها عادي مع القهوة. بالنسبة بقى لوجبة الغدا النهاردة او في اليوم ده اللي انا صورته لكم، كان في سلطة خضراء ورز. طبعا ده 4 معالق رز بس، وكمية على فكرة مش كتيرة خالص، ممكن ناخد لحد 6 معالق زي ما قلت لكم. وطبعا سمك مشوي. السمك المشوي ده من احسن الحاجات المشبعة، او السمك عموما مشبع جدا في الدايت، بس اهم حاجة يكون مشوي او في الفرن، ما ينفعش ناخد مقلي طبعا خالص. السمك ده حجمه ما شاء الله كبير، فاخدت 2 كده ومشبعين جدا، مع الرز ده كمية رز بسيطة والسلطة، ودي كده وجبة مشبعة جدا جدا. يعني هتخليكوا شبعانين، وبرضو من اول اليوم واحنا بناخد اكل صحي وفي نفس الوقت مشبع. لو جوعنا طبعا بين الوجبات مفيش مانع خالص ان احنا ناخد خس. الخس موجود بكثرة الايام دي، خس بقى، خيار، الحاجات دي. ممكن برضو ناخد جزر، بس ما نكترش برضو من الجزر، ممكن واحدة بس خلال اليوم او 2. البصل برضو انا حاطه بصل على السلطه، ما نكترش برضو من البصل لانه فيه نسبه سكريات، يعني هو حاجه صحيه طبعا لانه طبيعي مش صناعي، بس يعني. والطماطم برضو ما نكترش منها عشان الاملاح اللي فيها. فنحاول ان احنا في خضروات لونها اخضر دي نكتر اكتر من الحاجات التانية. ولو عندنا برضو بنجر ممكن نحط على السلطه، بيبقى جميل جدا. بالنسبه بقى لاخر حاجه النهارده هو العشاء يكون ثمره من التفاح، قطعتها كده زي ما انتم شفتوا. ممكن كمان ناخد علبة زبادي، ممكن نحط شوية بذور شيا، معلقة مثلا صغيرة على الزبادي مع تفاحة للناس اللي بتجوع. انا اكتفيت كده ان انا اخد تفاحة، وطبعا اليوم ما شاء الله مليء بالاكل والالوان واكل صحي وجميل. فاتمنى ان انتوا حياتكم كلها تكون صحية، ونحاول ان احنا نغير حياتنا للاحسن، وانا طبعا معاكم. ويا ريت بقى ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، وصلوا لاكبر عدد من اللايكس، واكتبوا لي تحت كومنتات حلوة زيكم. اشوفكم باذن الله على خير في فيديو جديد، مع الف سلامة.